صباح الخير، يا رب تكونوا جميعا في افضل صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكرواسون السهل جدا المقلي بدون اي خطوات كتيرة ولا طبقات، منتهى السهولة بخطوات بسيطة جدا. هيكون معانا احلى كرواسون مش شارب الزيت اطلاقا، خفيف وهش خالص من جوه. تابعوا معايا الفيديو. لو اول مرة تشوفوا قناتي انا سيام ابراهيم، انزلوا تحت تدوسوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اول حاجة هيكون معانا نص كوباية من اللبن، اللبن يكون دافي بس مش سخن، ومعلقة كبيرة من السكر، كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ونص كوباية من الدقيق. الخليط ده كده للمعجنات بيخلي المعجنات حلوة جدا وهشة، وبتكون نتيجتها حلوة بإذن الله. هندمج كل المكونات مع بعضها بالشكل ده، وبعد كده هنسيب الخليط ده حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، بس الخميرة تختمر كده حاجات بسيطة، ونبدأ نشوف باقي المكونات مع بعض. هنا كان عدى حوالي 10 دقايق، بصوا في فقاقيع كده ابتدت تظهر كده، تمام، اطمنت ان الخميرة شغالة. هيكون معانا بيضة كاملة، وكمان معلقة كبيرة من الخل. الخل هنا هيضيع زفارة البيض تماما، ولو حابين تضيفوا كمان فانيليا هتبقى حلوة برضه، بس هنا الخل مش هيخلي اي زفارة للبيض. وهندمج كده المكونات مع بعض لحد ما اتأكد ان كل المكونات تداخلت تماما. وهيكون معانا 2.5 كوباية من الدقيق. هنا انا كنت ضايفة نص كوباية، وهضيف كمان 2.5 كوباية ورشة من الملح، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنخل كل الكلام ده على الخليط الخميرة اللي انا كنت عاملاه. يبقى كده اجمالي عدد كوبايات الدقيق، استخدمت هنا 3 كوبايات دقيق، نص كوباية مع الخميرة مع خليط الخميرة باللبن في الاول، وبعد كده استخدمت هنا 2.5 كوباية، ضفت عليهم 2.5 كوباية. هبدأ بقى ان انا ادمج كده كل المكونات مع بعضها واعجنها بالشكل ده. هي عايزة شوية عجن كويسين. هنقلها هنا كده واعجنها بالشكل ده، احاول اعجن كويس. وهنا هضيف عليها معلقتين من الزبدة، معلقتين كبار من الزبدة. الزبدة هتخلي لي العجينة مرنة جدا وحلوة قوي. هستمر في العجن كده، احاول الم كل العجينة اللي معايا بحيث ان الزبدة تكون في قلبها، وهي طبعا مع العجن هتتوزع على العجينة كلها مع بعضها. هعجن شوية معاكم، وبعد كده هحطها في بولة وهسيبها حوالي من نص ساعة لساعة على حسب الجو. لو في الحر هتاخد نص ساعة بس، او حطيتها في مكان دافي. لو كان الجو برد شوية هتحتاج معانا ساعة عشان تختمر. دهنة زيت بسيطة خالص ونغطي بيها العجين بالشكل ده. طبعا اغطيها كويس قوي بستريتش، وكمان عليها فوطة عشان الاختمار يتسرع اكتر. اكتم كل الهواء عشان تختمر بشكل احسن وافضل. هنا كده كان عدى حوالي نص ساعة. زي ما قلت لكم درجة حرارة الجو بتفرق جدا، يعني احنا في الصيف فما اخدتش وقت. رشة دقيق بسيطة بالمنظر ده، وهناخد العجينة زي ما هي كده، مش هنطلع منها الهواء اللي جواها ولا اي حاجة، ونفردها زي ما هي. ده السر ان هي تكون عبارة عن طبقات. هنا بقى بنوتي الجميلة الصغيرة حاولت انها تعملها معايا، بس ونفردها كده. بصوا حتى العجينة تحسوها مفرغة كده من جوه ازاي، حلوة جدا بجد وهشة قوي. هنفردها كده على شكل مستطيل، تمام. وكل الزيادات اللي في الجناب دي هنسويها، مفيش اي مشكلة خالص. نحاول بس قدر الامكان نعملها على هيئة مستطيل بالمنظر ده، ونيجي كده بالسكينة او بالقطاعة ايا كان، ونساوي كل الاحراف ونخليها مستطيلة تماما. طبعا كل الزيادات دي هرجع ان انا افردها تاني على شكل مستطيل، واعمل منها كرواسون
يكون احجامه صغيره او زي ما انتوا حابين. وابدا ان انا بالقطاعه اعملها على هيئه مثلثات كده. لو عرفت اظبطها تمام، لو معرفتش اجيب مسطره واحاول اظبطهم قدر الامكان يكونوا في حجم بعض. تمام. هي كده كده هتتلف واي حاجه في الشكل هتتدارى وكل حاجه. بس ونعمل فتحه صغيره كده عند كل طرف ونبدا ان احنا نلفها رول. هيكون احلى كرواسون بجد، شكله حلو جدا. وكمان انا بعد ما خلصته خالص كنت محضره، لو عندك نوتيلا تمام، لو ما عندكيش اعملي صوص الشوكليت وابدأي احشي بيها زي الدونتس او جبنه او اي حاجه تقدروا تاكلوا بيها. العجينه جميله وهشه وحلوه قوي، باذن الله هيعجبك جدا وهيعجب الولاد. حاجات مضمونه وعاملينها بايدينا. يا رب ان شاء الله كل الوصفات تكون بتعجبكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده اهو، احنا بنحاول نشوف الوصفة السهلة اللي ما فيهاش حاجات كتيرة، عشان لو عملناها مرة نتشجع ان احنا نعملها اكتر من مرة. يعني اغلب وصفات الكرواسون بتكون طبقات كتيرة فوق بعضها، وده انا عملته على القناة قبل كده وكانت حلوة برضو وجميلة قوي، بس عشان الناس اللي بتحب تقف في المطبخ كده تعمل حاجات سريعة. هنا بقى كنت حطيتهم كلهم وغطيتهم بستريتش، هسيبهم حوالي نص ساعة هيخمروا بالشكل اللي شفتوه ده. وبعد كده على زيت ساخن هنزل وحدات الكرواسون بالشكل ده. وهو بيتقلي كده هاخد من الزيت واحط اوزع الزيت على الكرواسون كله كده. ده بيساعد على توحيد اللون، عشان ما يبقاش مثلا من حته غامق ومن حته فاتح. يعني ده هيوحد لونه جدا ويخلي لونه جميل. الحركه دي بعملها مع الكرواسون او الدوناتس، بتخليه لونه تحفه. تمام. اول ما احس ان هو احمر كده من تحت ابدا اقلبه بالشكل ده. بس كده طريقه ولا اسهل، ولا هيشرب زيت ولا اي حاجه. بجد جربوها هتلاقوا العجينه ممتازه جدا، حلوه قوي. وعلى فكره ممكن تسووها في الفرن برضو عادي جدا، بس انا حبيت برضو اسهلها لو حد يعني عايز يعمل حاجه سريعه ما يدخلهاش الفرن او كده، برضو هتكون حلوة جدا. احنا كلنا عارفين ان الدوناتس بيتعمل بطريقة مبسطة وبسيطة وسهلة. حبينا كمان نبسط الكرواسون معاكم بالشكل ده. احمر كله واخد لون واحد ذهبي جميل قوي. هنخرجه وهيبقى احلى كرواسون. زي ما قلت لكم خلوا عندكم نوتيلا احشوا بيها، او اعملوا صوص الشوكولات الاقتصادي برضو عملناه مع بعض قبل كده، جميل جدا وهيطلع بالشكل الرائع ده. عايزه اقول لكم الولاد حبوه جدا، وحاجه جميله في البيت وحاجه ضامنينها وعاملاها بايديكي للولاد. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لاول مره ينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جاي، مع السلامه.